هذا الجزء الثاني من القصة. خرجت من السونتر مع 1:30، شديت الطوبيس للخدمة. غير وصلت طلعت بدلت حوايجي، لقيت المطعم عامر. بديت في الخدمة، كنتنقل من طبلة لطبلة، ضرب آداب، أهلي كيغمز أهلي كيتغسل. أنا في ديك الساعة تنفكر في حاجة وحدة، وهي نخدم باش نقدر نكمل قرايتي، ونخدم وحتى انا نكون شي نهار جالسه في بحال هاد المطعم. المهم السي فؤاد كان مرات يضرب طليله يشوف الخدمه كيف غاده. بقينا خدامين النهار كله، انا الخبز هو الاخر ما طاحش في فمي. ما حدي شربت شويه ديال الماء باش دوزت الدواء ديالي اللي كان مخرج ليا الطبيب النفسي، حيت واخا دازت اعوام الا اني مازال متبعه عنده، وكنمشي عنده مره كل 6 شهور. شوية وأنا خدامة كنسربي واحد الطبلة، حتى كنسمع صوت كينادي بسميتي. درت لقيتو نابيل اللي كان نعت ليا الخدمة. مشيت سلمت عليه، هدرت معاه ما كاملة 2 دقايق. كنت نحاول نشكرو حيت ما بقيتش حليت الفيسبوك من هذاك النهار. فاش نعت ليا واحد شوية كيبان ليا السي مهدي واقف كيشوف فيا شوفات قاصحين. ناري كحلتها، هذا مالو تاني. حضرت راسي وقلت نبيل عتقني، طلب اشنو بغيتي، راه الباترون تيشوف فيا. نبيل دار دورة الخدارة، شاف فيه وهو يضحك، قال لي اوكي جيبي لي سلطة غويال مع شي طبق من اختيارك يكون ديال الحوت. انا قلت ليه واخا، حضرت راسي ومشيت. عطيت طلبية للشاف اشرف. خرجت عاوتاني من المطبخ للصالة باش نشوف الطلبيات. دورت راسي اليمين واليسار، ما باش ليا السي مهدي. بعد ما خديت الطلبيات ديال الناس لقيت الطلبيه ديال نبيل وجدات. مشيت غاديه نعطيها ليه، بديت تنحط فوق الطبله وهو يقول لي مريم عندك تنسي قرايتك، هادشي راه والو قدام مستقبلك، ما يغركش الفلوس، فكري في المنصب اللي كنتي تتحلمي به. قلت ليه نبيل خويا كون هاني، انا راه العكس، هاد الخدمه هي اللي عطاتني القوه كتر اني نكمل قرايتي. هزيت راسي بعد ما حطيت طلبية، باقي ما كملتش الهضرة حتى بان ليا. مشيت بلا ما نقول نبيل بسلامة، حدي نطقت ناري. بعد ما قدمت الطلبيات وكنت متجهة للمطبخ، حتى كنحس براسي في الدوخة وألم قوي شدني في النصف الأيسر من راسي. كملت بخطوات تقال المطبخ، وجهي صفار. شافني أشرف في هذيك الحالة وهو يطلب مني نمشي نرتاح، كلف بنت آخرى بخدمتي. أنا رفضت نمشي، قلت ليه غادي نمشي نطلع لغرفة الملابس نشرب الدواء وناخد 10 دقايق راحة ونجي. داكشي النيت اللي درت، وانا غادية طالعة في الدروج. وصلت للطابق الثاني حتى كنسمع الاسانسور تحل وشي واحد تيخطو خطوات. هاد الصوت ديال الخطوات ما غرابش عليا. شويه كنسمع بصوت خاشن، انتي يا اما تقابلي ليا تكركر مع الكليان، يا اما تبقاي دوري. لا هادي راها خدمه وعندها قوانين ماشي السوق. انا السخفه فيا وقلبي مكمش عليا، باغا نبكي وما قادرش نبان ضعيفه. هو بقى كيخاصم عليا. انا في لحظه بلا ما نشعر طحت، ما عقلتش على راسي حتى فقت ولقيت راسي في المكتب ديال السي مهدي، حاط حدايا الماء وواقفه حدايا صاحبتي اللي تعرفت عليها سناء. انا في ديك الساعه دايخه، نط بقيت تنشوف غير في سناء. شاف فيا مهدي قال لي كيف وليتي دابا شويه، تيسول غير بزز. ما راضيش، انا جمعت الوقفه وقلت لي الحمد لله، راه غير الطونسيون وهو اللي تيدير ليا هكا حيت باقي ما كليتش. المهدي قال لي المهم الا بغيتي تمشي غير سيري حتى الغدا. قلت ليه لا انا صافي وليت لاباس. حضرت راسي ومشيت. تبعتني سناء قالت لي صاحبتي لا كان عليك غير تمشي لداركم حتى الغدا وتجي، صحتك هي الاولى. شوفي راسك كيف دايره فيك السخفه. انا قلت لا سناء، انا نمشي ناكل شويه ونولي لاباس، راه غير حيت مرتاحيتش وشربت الدواء على الجوع. راني ديجا واقعه ليا، ما تخافيش عليا، راني دابا نولي بخير. مشيت للمطبخ عند الشيف اشرف، جابت لي سناء الماكله، كليت وارتاحيت 5 دقايق ونط عاوتاني للخدمه. من داك الوقت وانا واقفه نفس الشيء من طبله لطبله. وصلت 8
وهي تم داخله هذيك السلعفانة البوقوصة عاوتاني معرية ومشادة مع المهدي. جلسوا في الطبلة رقم 8، احنا كنرقمو الطابلات غير بالأذهان ديالنا. جر ليها الكرسي وجلسات. الناس ديال الكلاس شوية يلاه غادي نمشي نشوف الطلبية ديالهم، حتى حضر داك الجنس عاوتاني ديال خوه، سلم عليهم وجلس تيدور في عينيه. انا كنت رجعت اللور ملي بان ليا، كنت متجهه لعند سناء باش تكلف بيهم، حتى وقف عليا فؤاد. اوف، فؤاد قال لي سيري شوفي الطبلة 8. انا قلت ليه راه سناء غادي تكلف بيهم السي فؤاد. فؤاد قصح صوته، قلت لك سيري انتي. قلت ليه واخا السي فؤاد. مشيت على وعدي وسعدي، وقفت بجنب الطبلة وكنتسناهم يطلبوا داكشي اللي بغاو. وداك البغل تيطلع ويهبط فيا، شوفاتو كانت كتخنقني، نصاب عليا غير امتى نحيد من حداهم. سلعفانة قالت لي حبيبي مهدي، انا بغيت ناكل على ذوقك اليوم. المهدي قال لها واخا حبيبه، سيري قولي للشاف اشرف الطبق الرمزي. انا بيني وبين راسي اشنو هاد الطبق عاوتاني؟ ما عمرني سمعته ولا شفتو في المطعم. درت عند هذاك الزايغ سيدي اشحب الخاطر، هو قال لي انا باغي اليوم ناكل على ذوقك. سلعفانة تتشوف فيه وتضحك، اما المهدي دار فيا شوفه ما فهموهاش وخفاها بطبع قبلة على يدك سلعفانة. قلت ليه نعم سيدي، نقدر نساعدك بتقديم اقتراحات. كاين السومو بالكروفيت، وكاين طبق الصلصة اللي متكون من لحم البقر على طريقة الطبخ الإيطالي. بقيت نقترح عليه ود الحرام، وفي الآخر قال لي جيب لي طبق السومو بالكروفيت، وختمها بغمزة. انا تجنبت ومشيت لعند الشاف اشرف، عطيته الورقه اللي فيها الطلبيه ومشيت كملت خدمتي. كنت فيما تنتحرك تلقى هذاك الزايغ ديال حميد تيشوف فيا، اما المهدي يدور يدور ويبوس في يدين حسناء اللي معرفتش اش من علاقه تتربطهم. المهم دخلت المطبخ، هزيت الطلبيه حطيتها ليهم. الله يستر حتى واحد ما قال شكرا من غير هداك الزايق ديال حميد. ميرسي أستين، جاوباتو مريم دوغيان، وفي خاطرها قالت قليل الادب، لو كان غير سكتي كله على بعضه كيجيب الاشمئزاز. صوته هو وطريقة كلامه وتصرفاته. مشيت كملت خدمتي من بعد ما شفت في الساعة تتبان ليا 12 ديال الليل. انا راه مهمتي ماما كرهها مخلوعة عليا، والتليفون خليته في الصاك. كملات مريم جميع الطبلة ومشات تجري، طلعت متجهة للغرفة وهي تلاقى بالمهدي وحسناء تيتبادلوا القبال في الكولوار. رجعات بخطوة اللور، ما قدرتش تكمل طريقها. مريم قالت ياخ قلالي الادب، على الاقل يدخلوا المكتب ويديروا اللي بغاو. دابا انا كيف غندير حتى ندوز؟ هو ما عرفش بلي الخدامه كيدوزوا من هنا. هاد مالي الفلوس ما تيكسابوش حتى غرام ديال اللحيه. شويه هو يوقف عليها حميد. حميد كيضحك، مالك واقفه هنا؟ ياك ما بغيتي نديرو بحالهم؟ مريم حضرات راسها واتجهت للمطبخ. مشات عند الشاف اشرف، طلبات من عنده التليفون باش تعيط لماماها. فعلا ما تعطلش عليها. اشرف راه يبغي مريم في السر وما بغاش يصارحها حتى يكسب صداقتها. اتصلت مريم بماماها وطمناتها عليها ومشات عند سناء. مريم اجي يا صاحبتي، نعاود ليك. سناء قالت لها اشنو كاين؟ ياك ما هذاك حامد دار لك شي حاجه؟ راه بان ليا منياش عليك صاحبتي، في اتونسيون. مريم واسمعي بعدا، دابا انا كنت غاديه ناخد تليفون في الطابق الثاني وانا نشوف هادوك الممسوخين حسناء ومهدي تيتباوسوا الله ينسخهم، وانا رجعت تخبيت. قلت راه غاديين يدخلوا المكتب يا حسره ويكملوا الساعه هما لصقوا تما. وشويه حتى وقف عليا هذاك الزايغ البغل قليل الادب، قال لي واش نديرو بحالهم وانا نهرب. سناء قالت لها اتونسيون مريم، اختي هذاك راه هذاك حالو مع كاع البنات، عندك شي مره يغلبك بحلاوه لسانه وتعطيه راسك. سوليني انا عليها صاحبتي اللي شحال من عام وانا خدامه هنا. مريم قالت لها سناء صاحبتك انا اشنو دار ليك؟ قطعنا صوت سي فؤاد، اش كديروا هنا؟ انا في خاطري قلت ليه كنشطحو حنا السي خدامات. مشى، شافت سناء في الساعه وقالت لي يلا ها مريم
الله يجعل البركة، راه وقت الخروج دابا. قلت لها انا اختي دابا ما غاديش نلقى المركوب، ما عرفت كيف غادي ندير. من قبيله وانا تنخمم. سناء قالت لي انا تندير مع واحد مول الطاكسي تيجي ليا ملي تنخرج مع هاد الوقت، يديك معانا يحطني انا ويوصلك. مريم قالت لها واخا اختي لهلا يخطيك. مشاو البنات لبسوا حوايجهم وهبطوا، لقاو الطاكسي كيتسناهم. بعد ما حطوا سناء كملوا الطريق حتى لباب الدار ديال مريم اللي ما عمرها ما بقات حتى لهاد الوقت في الزنقة. خلصات وطلعت للدار، طلات على ماماها لقاتها ناعسة مسكينة. الله يحسن العوان، الخدمة في الدار والخدمة، هادشي كله باش ما يمدوش يديهم لحتى شي واحد. بعد ما مشات طلات على خوها الملاك، بقات تتأمل في تراسيم وجهه البريئة. مريم قالت لي خويا حبيبي ما غاديش نخليك يخصك حتى خير ان شاء الله. انا راني نخدم بالليل ونقرا بالنهار باش نقدر نضمن المستقبل اللي تنتمنى وباش نحقق ليك حياة افضل. اسمح لي هملتك هاد الفترة، كنواعدك بلي غادي نعوضك. طبعات قبلة على جبهته، مسحات دموعها ومشات لبيتها، بدلات وهزات كتوبتها، راجعات شوية ومن بعد نعسات. الغد ليه فاقت كيف العادة، لبسات وهزات ساكها، مشات للسونطر. بعد ما كملت الحصة دازت الخدمة، طلعت بدلات حوايجها ومشات للمطبخ. لقات سناء خدامة، جات تقلب على أشرف ما لقاتوش. خرجت لخدمتها تشوف الطلبيات، وفي لحظة جرات مريم سناء. قالت لها سناء فين هو الشاف أشرف؟ شفتو ما كاينش في المطبخ. سناء قالت لها اليوم الخميس عنده الروبو ما كيخدمش. قلت لها مزيان، نسيت ما وصفت لكم أشرف، هو في سن يقارب 29 سنة تقريبا، ما طويلش بزاف، بيض وشعره عسلي زوين، ما دايرش اللحية، بالحق مليح. المهم مشات كملات مريم الخدمة. مرة كتلاقى بفؤاد، الله يستر غير مخنزر. المهم اللهم هو ولا هذاك المهدي، العياق والبخ وزيدها بقلة الحياة. مريم في الحمد لله بعدا ما جاش هذاك الزايغ اليوم، وحتى هذيك السليعفانة الممسوخة ما كيناش. المهم كملوا البنات الخدمة ديالهم. اليوم الخميس تيكون المطعم مرخوف. وصلت ل11:30 وهما يمشيو، بدلوا حوايجهم ولبسوا، هزوا معاهم الماكلة، حيت من الخميس للخميس تيخليو قدي معاك شي حاجة، طبق من اختيارك. خرجنا حدا الباب، من بعد ما تفتشنا من طرف دوك البودرات اللي حدا الباب. ضروري من التفتيش ملي كنبغيو نخرجوا، كاع الخدامة نفس الحاجة. لقينا الطاكسي كيتسنانا، ركبنا وكل وحدة وصلت لدارها. انا كيف دخلت للدار مشيت فيقت ماما وخويا اللي شحال ما بقيت جمعت معاهم على طبلة وحدة. حطيت الماكلة في الطباسل، درنا على الطبلة اللي شحال ما بقيت حسيت بهاد الدفء العائلي. انا ما كانش غرضي في الماكلة، وانما كنت بغيت نشوف الابتسامة ديال خويا وماما. كلينا وضحكنا، بقينا مجمعين شي شوية بما تهضمات الماكلة. وانا نوض ديت خويا لبيتو ينعس بعد ما حكيت لي حكاية اللي تتعجبو، حكاية الأب الأسد اللي كان تيحمي العشيرة ديالو، واللي في لحظة ولا عنده خلف اللي غادي ياخد بلاصتو. خويا مسكين كانوا عزازن عليه القصص اللي فيهم نوع من الدفاع عن المحيط، وكانت تتعجبو الغابة. تيقول لي الغابة نعمة بحالها بحال مريم. حمق هاد خويا. بعد ما نعس مشيت هزيت كتوبتي هردتهم عاوتاني شوية، ضربتها بنعسة. في الصباح نفس الشيء، من السونطة الخدمة. بالحق اليوم مختلف، اليوم غادي يتم عقد اجتماع، انا ما في خباري والو، حتى قالتها لي سناء باللي مع 4 انا وياها وجوج ديال السربايا اخرين والشاف اشرف مع شافات اخرين. انا تنخمم مهمتي ديالاش هاد الاجتماع عاوتاني. ما وصلت هذيك 4 حتى غفر لي الله كاع الذنوب. طلعنا للطابق الثاني انا وسناء والشاف المسؤول على ليكيب ديالنا. دخلنا المكتب ديال السي مهدي، بانت لي هذيك السليعفانه جالسه، وعثمان وهداك الزايغ والسي فؤاد بحال شي عصابه. الله يستر. انا وسناء والسربايه الاخرين بقينا اللور وخلينا الشاف في المقدمه. واخيرا نطق هذا قليل الادب. المهدي قال لنا جمعتكم اليوم حيت غدا ان شاء الله غادي يكون حفل في الفيلا عندنا، وراني كلفت كل شاف
بجوج ديال السرباية. نتوما 6 ديال اللي شاف داكشي اللي غادي توجدو غادي يعطيه لكم فؤاد، ونتوما نبغيكم تكونوا بأزياء رسمية كلاسيكية، وما تنسوش نبغي الحضور ديالكم. كيقصد بالحضور هو المكياج. مع 7 ديال الصباح نلقاكم في الفيلا، تلاقاو هنا، من بعد غيجي الشيفور يديكم. بالنسبة للزي غادي نخلي فؤاد هو اللي يتكلف. بعد ما سالينا الاجتماع كل واحد تم غادي باش يلتحق بخدمته. انا غاديه جنب اشرف حتى كنسمع سميتي، درت ووقفت. الله يا ربي اش بغاو عندي؟ مهدي قال لي بقى انتي، بغيناك مازال. انا قلت لي نعم سيدي اش حب الخاطر. خرج فؤاد، بقى غير المهدي وهذيك السلعفانه مع الزايغ. مهدي قال لي جلسي. جلسات مريم. مهدي قال لها المهم حنا بغيناك تلعبي واحد الدور صغير. كيفاش هاد الدور؟ نقص داك الزايغ. قال لها بغيناك تلعبي الدور ديال خطيبتي. مريم قالت لي هو علاش؟ انا بالضبط. عطا الله البنات اللي لعبوا الدور. حسنة قالت لها حبيبه انت غادي تلعبي الدور في مده ديال 6 سوايع فقط، وغادي تاخدي 10,000 درهم. مريم قالت لها كيفاش؟ ناضت وقالت لها سمحوا لي، انا ماشي من داك النوع اللي تيبيع راسو بجوج ريالات. انا تندخل على دارنا خبزه ديال الحلال. المهدي بقى كيشوف فيها. قال لها صافي صافي، ما بغيتيش بلاش، دوزي خدي حسابك والله يعرضك السلامه. حنا دايرين معاك المزيان وقابلين عليك، ما عندك لا دبلوم ولا تجارب، وزايدها بكثرة الغياب، وصابرين عليك. وملي احتاجينا منك خدمة صغيرة درتي لينا فيها تهمة. حنا بغيناك غير تباني معاه قدام الناس، حيت البنت اللي كان خاطب تفارق معاها، والعائلة حاضرة اليوم باش تشوف خطيبة خويا. ناضت حسناء وخرجتها من المكتب، داتها لمكتب آخر. حسناء قالت لها شوف يا مريم، انت فقط غادي تباني خطيبته، اعتبريها مهمة كلفك بها الشيف ديالك، غادي تاخدي فيها الأجر. ملي غادي تعتقينا من الإحراج ديال العائلة. مريم من بعد تفكير عميق قالت لها اوكي موافقة، ولكن ما يحطش عليا يدو، اي حركة منه ما غاديش يعجبو الحال. حسنة بدات كضحك وقالت لها كوني هانية. حسنة بعد ما اتفقت معايا طلبات مني ندخل معها المكتب. مشينا دخلنا. حسناء قالت لهم مريم راه وافقات بعد ما شرحت لها كل شيء. حنا دابا غنمشيو نتقداو داكشي اللي غيخصها. نتلاقاو في الليل باش نشرحوا ليها باقي المهمه. مد ليها مهدي بزاف ديال الفلوس. مهدي قال لها تهلاو في ريوسكم، انا في خاطري والله كل ما كنتش محتاجه هاد الخدمه لا دخلت في هاد لافير ديال الكذوب. مشيت بدلت حوايجي، هبطنا المرآب فين محطوطين السيارات، ما عمرني هبطت لتماك. انا في ديك اللحظه تزعزعت، بقيت حاله فمي. اش منك يا حديد؟ داكشي واعر. ركبات في الرونج في الحمر وركبت حداها انا. شدينا الطريق وانا الطريق كلها وانا تنتخايل راسي بالمنصب اللي كنحلم به وبشي حديده كيف هادي. المهم وصلنا لحدا واحد المتجر كبير، هبطنا دخلنا الواحد المحل فيه غير لي غوب الواعرين. انا بقيت غير حاله فمي، بدات تتعزل وتقيس عليا. جمعت ليا 3 ديال لي غوب وهي تقول لي دخلي قيستيهم. دخلت قيستهم. الصراحه انا عجبوني كلهم. في الاخير خديت 3 من هذوك اللبسات وحتى هي خدات. خرجنا مشينا لمحل اخر ديال الاحذيه والسيكان. داكشي عاوتاني كلاس. اختاريت 2 ديال السيكان مع سبات ديال الطالون. من بعدها مشينا لمحل ديال بيع المجوهرات، خدينا منه واحد الطقم زوين. من بعد ما كملنا وصلاتني للدار، عطاتني الفلوس وقالت لي سيري للحمام وارتاحي ليك، غدا غادي ندوز عندك مع الصباح نمشيو نديرو لي سوان والميكاب. طلعت للدار لقيت ماما باقا ما جات. دخلت الحوايج اللي خدينا لبيتي ومشيت خرجت. خديت واحد دجاجه طايبه مع الفريت وسلطه وهزيت الحلوى والمناضه وبمواد لخويا. خلصت مول الحانوت في الكريدي وطلعت للدار. حطيت التقضيه ومشيت جبت خويا من المدرسه. شافني مسكين فرح، شحال ما بقيت ديتو ولا جبتو. مشينا للدار، دخلنا بجوج الكوزينه تنوجدو في الطبله. خويا فرحان مسكين وحتى ماما فرحات ملي شافنا تنضحكو. بعد ما كلينا دخلت خويا لبيتو، شعلت ليه التلفازه وبقيت تنتفرج معاه شويه. نط عند ماما، عاودت ليها بالحق ماشي على كل شيء. ما قلتش لها بلي غادي نلعب الدور ديال الخطيبه. حدي قلت لها بلي عندنا الخدمه في الفيلا. جمعت حوايجي ديال الحمام ومشيت ضربتها بتحمحيمه
كملت تعظيماتي، حيت عليا كاع داك العيا. رجعت للدار ارتاحيت، هزيت راجعت شويه وضربتها بنعسه. مع الصباح فقت وفطرت خويا ووصلت للمدرسه. رجعت للدار وجلست نراجع حتى اتصلت بيا حسنه باش نهبط عندها. حتى انا ديك الساعه كنت واجده وكنتسناها. هزيت معايا الحوايج اللي شريت، حطيتهم في السياره وشدينا الطريق. ما وقفات حتى وصلنا لعند واحد الصالون بشاخ. دخلنا كلشي تيرحب بينا. خداوني شي بنات داروا ليا لي ماسك لوجهي ولاصيغ اللحمي كامل، خلاوني ناسله. وصل وقت الشعر، بغاو يصبغوا ليا شعري ما خليتهمش. قادوا ليا يديا ورجليا وداروا ليا ميكاب لوجهي وصيبوا ليا مشيطه خفيفه. ردوا ليا شعري جنب وبوكلي. الصراحه طلعت واعره، ما عرفتش راسي. حتى حسنه قادات راسها بالحق، ما كانتش عندها الخدمه بزاف. انا اللي كاريتها خديت وقت كبير باش نتقاد. خرجنا في اتجاه الفيلا، وصلنا للفيلا. تقولوا راها قصر، كانوا السربايه تيقادوا في الطوابل. بانوا ليا ليكيب وسناء. كنت بغيت نمشي عندها ولكن حسنه منعاتني. دخلتني حسنه لواحد البيت بشاخ، يا سلام، كبير. تقول راه بارطما ديال 25 مليون مجهز. قالت لي ارتاحي لك شويه حتى يقربوا يدخلوا المدعوين ونجي نعلمك. بقيت جالسه ساعه وانا تنتسنى شويه وهي تصيفط ليا واحد البنت باش تعاوني في اللباس. لبست الكسوه الزرقاء قصيره مع الساك وصباط فضي. درت الكلوس وجلست كنتسنى. خرجت البنت شويه كنسمع الدقان. مريم وي تفضل. انا كنركب في الحلقات. الدورة اللي غادي ندور تلقى المهدي واقف بوطو مصدوم. انا برتيبك السي مهدي ياك ما كاين باس. مهدي مصدوم. لا لا جيت نديك للصاله. مريم قالت لي علاش هو اللي ما جاش. السي حميد ياك انا زعما خطيبته. مهدي بعصبيه. هادشي غير تمثيل، دابا يلاه زيدي خلاص. مشات مريم مع مهدي في جنب المهدي اللي كان غيموت بالغيره. كل ما شاف خوه تيتغزل في مريم ومع ذلك ما كيبينش. دخلوا جلسات مريم حدا حميد اللي حتى هو بدورو بقى حال فمو. حميد بينه وبين مريم قال لها جيتي كتحمقي. مريم قالت لي السي حميد ما تنساش الاتفاق ديالنا. حميد قال لها اوكي سمحي ليا. بداو المدعوين تيحضروا. حسنا مشات تستقبل فيهم وتبعها مهدي. من بعد ناض حميد حتى هو وطلب مني نشد ليه في يدو باش نبانو كجوج مخطوبين. انا بزز باش وافقت. خرجنا لعند الناس بالابتسامه ديالي مصطنعه. تيقدمني للناس وكل شي تيقول حميد برافو عليك، عرفتي شنو تختار. المهدي غير تيشوف من بعيد. شويه بانت ليا سناء كتسربي. طلقت من حميد قلت ليه انا راجعه. خليته واقف مع شي وحدينه تقالت على القلب. مريم قالت لها سناء قالت لها نعم لا اش حب الخاطر. مريم قالت لها الله يمسخك ما عرفتينيش، انا مريم صاحبتك. سناء قالت لها هاي على الزيونات تبوقيسه لالا اش هادشي كله. مريم قالت لها حتى من بعد ونعاود لك كل شي. راني شفتك قبيله خدامه وكنت غاديه نجي لعندك نعاونك. الساعه ما خلاتنيش حسنه. سناء قالت لها مريم اختي خلعتيني، راني نعاود نقولها لك اتونسيون. مريم قالت لها كوني هانيه ما تخافيش عليا. المهم نخليك دابا اوكي وغدا نعاود لك كل شي. رجعت مريم لعند حامد. دازت ساعتين وهي تتفرق في الابتسامات، هل يبوس اليدين هل يسلم عادي. مهدي غير حاضيها من بعيد. شويه كانوا مجموعين. حميد ومريم كانوا مجمعين مع شي نصارى، هي كانت تتقن اللغات بقات شاده معاهم الحديث. مهدي التحق بهم بقى غير حادي. مريم تصدم صدمه اخرى من اللي عرفها كتعرف اللغه الايطاليه. شويه جات لعندها حسنه بعد ما لبست اللبسه الثانيه. قالت ليها فودنيها سيري بدلي. مريم قالت لها اوكي. بقات مريم تضحك عجبها الحال مع هادوك الكوبل واخا ناس راقيين الا انهم تيتميزوا بحسن النكته. استأذنت مريم من الضيوف وقالت لحميد فودنو بلي غاديه ترجع. مشات مريم وخلات بركان هايج قدامها. مهدي استأذن ومشى يشوف شي ضيوف، اما مريم راها غاديه. دخلت البيت جبدات الكسوه اللي غاديه تلبس، يلا تتحل في السنسله من جنب حتى دخل عليها مهدي وصورت. هي تتغوت اش هادشي داخل بلا دقان. مهدي قال لها تصرت ياك. بقى غادي في الاتجاه ديالها حتى لصقها مع الحيط. انفاسهم تقاربوا. مريم قالت لي بعد مني اشنو بغيتي، ياك غير الدور راني نلعب فيه، اشنو باغي من عندي.
تفرق عليا. مريم تتحاول تخرج راسها من القبضة ديالو، ولكن بدون جدوى. الحلو في صحيح، ما طلقها غير بالسيف. خرج ودخل الباب، هي سورتات عليها من الداخل وجلسات ترجع النفس. بعدها لبست كسوة كحلة بأكسسوارات ذهبية في اللون ديال الساك والطالون. هاد المرة الكسوة طويلة بينات لها فورمتها، وقادت المكياج ديالها وخرجات. تارت انتباه الجميع. خرجت مع بداية ديال موسيقى كلاسيكية كانت حاضرة هذيك الليلة، حضور تام. الكل كان حاسد حميد في هذيك اللحظة. نظرات حميد ومهدي تغيروا فجأة، حتى من حسنا لاحظت التغيير اللي بان على وجه مهدي. جا عندي حميد وشد ليا يدي، طبع عليها قبلة واتجهنا لجهة المسبح فين كاينة عائلته اللي عجبتهم بزاف، وبقاو تشكروا فيا الحميد. اوف بنادم الله يستر، تيحكم عليك غير من المظهر. هذا حاس صحاب الفلوس. مهدي ما حيدش عينيه عليا، اما فؤاد خلاص. انا في ديك اللحظة دخلت في الدور ووليت كنتصرف كأني خطيبة ديالو. بصح هادشي باش نغيض هذا قليل الادب ديال مهدي اللي داير فيها واعر وجاي هاجم عليا. المهم وصلت ل 12 ديال الليل. انا قلت للسي حميد انا خاصني نمشي، راه فاتت 6 ديال السوايع. حميد قال لي لا بلاتي، الا مشيتي اش غادي يقولوا الناس؟ بقاي بلاتي، راه ملي تكمل الحفله نوصلك حتى للدار، راه ماما غادي تبقى مشوشه عليا. حميد قال لها اتصلي بها وطمنيها عليك، ما تخسريش ليا صورتي قدام المدعوين. اوكي اوكي. دازت الحفله رائعه وجا وقت الرقص. جا حميد خدا يد مريم وجرها لعندو وبدات يرقص بلا اذنها. هي في ودنيه ماشي هذا هو الاتفاق ديالنا السي حميد، طلق مني دابا بلا ما نحرجك. حميد قال لها راه ضروري من هاد الرقصه ما يكونش راسك قاصح، حنا غير كنرقصوا ماشي كنديروا شي حاجه اخرى. مريم قالت لي احترم راسك، ماشي حيت وافقت تلعب هاد الدور تقول. باقي ما كملاتش كلامها حتى بان لها الشاف اشرف وقف كيشوف مصدوم. مريم في خاطرها اوف اكيد الشاف اشرف غادي يفهمني غلط، هاد الشوفات ماشي طبيعيين. سالات الموسيقى، وقفنا من الرقص. فؤاد جا عند حميد باش يعلمو ان الماكله واجده. كلشي التحق بالماكله، تيعمر في طباصلهم ويجلسوا في الطوابل. اوف العيشه الراقيه فينك ماما وخويا؟ اكيد هادو ما كيحسوش بالدفء العائلي بحال هاد الناس. الصفقات والمشاريع وهما العائله بالنسبه ليهم. المهم دازت ساعه، جا وقت الحلوى. جابوا واحد الحلوى قدها قداش. مشيت انا وحميد ومهدي وحسنة باش نقطعوها. انا لحد الساعه باقي ما عرفت اش من علاقه تتربط حسنة ومهدي. المهم ما نزربوش في الاحداث، كلشي غادي يتعرف. قطعنا الكاطو مجموعين، خدينا الصور، جوج ديال الصباح هادي، والناس بداو تيمشيو. انا اوف اخيرا غادي نرتاح. الساعه اللي كنت واقفه انا وحميد كنودعو في المدعوين، جاه اتصال تيخبروا باللي شعلت العافيه في المخزن ديال الشركه. عيط على مهدي قال ليه تكلف انت بالناس اللي هنا، انا غادي نمشي نشوف هذيك الكارثه. مهدي قال له اين كارثه؟ حميد قال له شي واحد شعل العافيه في المخزن ديال الشركه، وراه السلعه النص فيها كله مشى. مهدي قال لي غير بقى انت خليك مع الناس، انا غادي نمشي نشوف اشنو واقع. حميد قال لي لا لا خليك انت، رد البال هنا، حنا ما عرفناش شكون اللي دار هاد الفعله، العالم الله فاش يفكروا تاني. مهدي قال لي اوكي خد معاك شي واحد من الدراري. حميد قال لي يكون هاني اخويا. مشى حميد متجه للشركه. الفيلا بدات تتخوى من المدعوين. مريم مشات دخلت البيت تبدل، ما لقاتش حوايجها. خرجت تقلب على البنت اللي ساعدتها، ما لقاتهاش. خرجت برا لقات الفيلا خوات من المدعوين. مريم هنا بدات يركبها الخوف. في لحظه وقف عليها مهدي، هي تترعد. هو قال لها الشك الدوري ولفتيها. مريم قالت ليه ما كندورش، انا كنقلب على حوايجي ما لقيتهمش في البيت. مهدي قال لها وانا مالي، لاش تتعاودي ليا؟ مريم قالت ليه ما كنعاودش ليك، انا كنبرر التصرف ديالي. دابا فينا هي الانسه حسناء؟ كانت قالت لي بلي غادي توصلني. مهدي ضحك وقال لها توصلك؟ شتك باغيه تخدمي عباد الله عندك، يمكن الا نسيتي راسك. مريم قالت ليه لا ما نسيتش راسي، السيده كانت وعداتني انها غادي توصلني، انا بقيت عوال عليها. دابا بالسلامه غادي نمشي لراسي. خرجت مريم من الفيلا وبقات شاده الطريق
الدنيا مظلمة، حتى مخلوق ما تيدور في داك القنت، غير صوت الكلاب كيتنابحوا. شوية تتسمع صوت سيارة جاية، بقات واقفة تتشوف ربما تكون صايقاها شي مرا تطلبها توصلها غير للشارع. الساعة لقات واحد الزايغ قليل الآداب، بدا عليها بالهضرة الخايبة، تيصحابها من بائعات الهوا. عنده الحق، أي واحد غادي يشوفها خارجة في داك الوقت وبداك اللباس والماكياج ما غادي يفكر غير أنها من بنات الليل. بنات الليل اللي ولات مريم مصنفة به عند بعض الجيران البرقاقات، ياكلوا في أعراض الناس ملي ولاو تيشوفوا مريم تدخل حتى نصاصات الليل. المهم نرجعوا لمريم مسكينة اللي ما استحملاش كلام هداك الزايغ، ومشات تجري والدموع تتنزل من عينيها. شوية جات بغات تقطع، تتبان لها سيارة جاية، هي تيسحب لها هداك اللي كان تابعها. بقات تجري حتى عكلاتها حجرة وطاحت. في حين وقفات السيارة هبط الشخص اللي كان فيها، صوت خطواته تيقرب من ودنين مريم، صوت رنان، خطوات ثقيلة تيخطيهم. وقف عليها ومد ليها يدو. مريم ما قادراش تطلع راسها تشوف وجه الشخص، غلب عليها العيا والبكا. الشخص دار يدو على شكل تعنيقة، حط اليد اليمنى على الكتف الأيمن ديال مريم، واليد اليسرى على قبضة يدها، ونوضها بشوية متجه بها السيارة. هنا مريم وقفات بعد ما حقات في الشخص. مريم قالت ليه انت شنو بغيتي من عندي؟ خليني. باقي ما كملتش كلامها حتى سخفات، هزا وطلعها للسيارة. شوية مريم فاقت تتلقى راسها السيارة بجنب مهدي. مريم قالت ليه اشنو طرا ليا؟ شكون اللي باقي ما كملاتش هضرتها؟ لقات مهدي ساكت ما تيجاوبهاش. مريم تتبكي وقول لي علاش انا هنا. مهدي قال لها سكتي. مريم قالت لي وقف حطني هنا. وقف. مهدي قال لها بغيتي نهبطك هنا ياكلوك الكلاب اولا يتلقاو لك سكيريه وانتي خارجه هكا، يسحاب لك غادي يزقلوك. دابا غادي تسكتيني حسن ليك. مريم قالت لي نستاهل انا اللي دايره فيكم راسي وجاي نشارك في كذوبكم. وبدات تتبكي. مهدي قال لها سكتينا ضريتيني في راسي بصوت حاد. مريم سكتات وتتعاير في راسها في صمت. مريم قالت لي دابا فين غادي بيا؟ مهدي بدون رد بعد ما شاف مريم تهدنات طلب منها تعطيه من العصير ديال الفريز وتاخد حتى هي. كان حط بلاستيكة في المقاعد الخلفية. مريم دورت وجهها النافذة ما تسوقاتش ليه. مهدي بنبرة صوت حادة واش ما كتسمعيش؟ مريم عينيها مغرغرين. دارت هزات البلاستيكة تتلقى فيها غير عصير ديال الخوخ. مدات ليه واحد ديال الخوخ. مهدي قال لها انا قلت لك فريز ماشي خوخ. مريم قالت لي هادشي اللي كاين راني مديتو ليك. مهدي قال لها قلب مزيان راني خليت واحد ديال الفريز. مريم قالت ليه شد وقلب الراس. مهدي قال لها تقاد لك اللسان ولا قد قد القب بالسيف مركبك معايا عطيك قيمة. مريم قالت لي حتى دابا باقي الحال حطني هنا خليني نكمل طريقي بوحدي. مهدي بلا مبالاة قلبي مزيان راه كاين عصير ديال الفريز. مريم بعصبية تتقلب في البلاستيكة لقاتو ومداتو ليه. مهدي قال لها انت عمية فكريني نهار اثنين نعطيك باش دوزي على عينيك. مريم قالت ليه ما بقيتش غادي نعتبها عندك. مهدي قال لها ما عندك ما ديري بشي خدمة 10,000 درهم اللي غتشدي غادي تكفيك. مريم قالت ليه هذيك 10,000 درهم خليها ليك انت تمشي تقاد بها هذاك الفم شوية. هزات واحد العصير. مريم ملي كتعصب تتولي غير تصرد. شربت العصير وهي تغيب. مهدي قال لها دابا نوريك الاصلاحات كيف دايره. وراك على السرعه موقف حتى لعند واحد الفيرما معزوله على بنادم غير الخلا والقفار. هبط من السياره وهز مريم دخلها لواحد البيت. دخلها البيت وحيد لها حوايجها كاملين. مهدي قال لها انا غادي نصلح فمي دابا لاله مريم. قضى غراضو. وفي الصباح حلات مريم عينيها كان راسها كيضرها بفعل منوم اللي كان حاط في العصير. كان حابك الخطة كما يجب. دار المنوم في قاع العصائر ديال الخوخ وخلى عصير واحد ديال الفريز اللي ما دار فيه والو، ما خلاش لها مجال الشك. بعد ما فاقت مريم تتلقى راسها عريانة وفي غرفة ماشي هي غرفتها. دورت وجهها لقات مهدي ناعس حداها حتى هو عريان. في ديك اللحظة كل شي تخلط عليها، كل شي محبوس في الداخل. بكى وغوات حاولت تغطي راسها بليزار حتى كيبانوا لها قطرات ديال الدم فيه. هنا كانت النقطة اللي فجرت البركان اللي في مريم. غوتات وبكات. ناض مهدي بلا مبالاة كيف العادة. ايه
من على هاد الغوات اش كاين؟ مريم دفلات عليه. الله ياخد فيك الحق، الله ياخد فيك الحق. وبدات تضرب فيه. مهدي صرفقها وشدها من كتافها بقوة. ايه ما ضربك حد على يديك، انتي اللي جيتي معايا بإرادتك. مريم قالت ليه بإرادتي؟ حمار كذاب، ضيعتي ليا شرفي، انت اغتصبتيني. اه مهمتي واش غادي ندير في نور وجهي؟ مهمتي الله ياخد فيك الحق، الله ياخد فيك الحق يا عدو الله. مريم هزات حوايجها ولوات عليها اليزار، دخلت الحمام، لبست حوايجها وتمات غادية خارجة. البيبان كلهم مطرقين، حتى من النوافذ مرتبطين بجهاز تحكم ما يمكنش يتفتحوا. مريم تتبكي وتغوت. مهدي بلا مبالاة كيف العادة، واخا تغوتي حتى تعياي ما كاين اللي غادي يسمعك هنا. حنا بنتي فيرما في وسط الخلا، غير بقاي تغوتي حتى تعياي. مريم قالت لي حل عليا الباب نمشي بحالي، اشنو مازال باغي مني؟ ياك شرفي وخديتيه. مهدي بدا كيضحك. نحل عليك الباب يسحاب ليك كاينه السيبه؟